الشيء إيجابي. صباح الخير يا سيد هلال. صباح السعادة يا متر. سعادة ايه امي؟ هبة بايه؟ قول صباح الهبة صباح الدربكة. ايه بس اللي معاك من مزاجك النهارده اصلا مزاجي ايه يا شيخ؟ مين المغفلين اللي عمالين يخبطوا في الجنينة بتاعتي؟ يا اختي دول عمال البنايين والنحاتين والمصورين والبنايين والنحاتين. ايه اللي جابهم يخبطوا في الجنينة بتاعتي؟ انهي حيوان اللي جابهم؟ انا ايه هيهدوا البيت على نافوخي؟ العفو يا استاذ عباس، دول بيعملوا عمود روماني تحت في الجنينه. والجنينه بتاعتي يتحط فيها عمود روماني ليه؟ جنينه يوليوس قيصر. اصل انا عمليه تمثال مصري عاوز احطه على عمود روماني، وقدام التمثال ايد فيها صباع ممدوده قدام وشك كده. ليه؟ هيقلع عيني؟ لا، ده رمز اصحاب القضايا بيشاوروا عليك بيقولوا هذا احسن محامي في البلد. لا دي حاجه مش لطيفه ابدا. خلاص عليك تجيب لي واحد من بتوع المزادات ماسك جرس يقول اللي ما يشتري يتفرج. وماله؟ وده كتير عليك يا استاذ؟ كمان كلمه استاذ دي انا ما بحبش اسمعها. مش عاوزك تقول لي يا استاذ بوتيتن. ازاي بس يا استاذ؟ الله، ده مش زي دلوقتي بيقولوا يا استاذ. تقوم انت يا جعبس يا فضح يا داهيه يا رصيف ايميل زولا يا خلاصه القانون المدني يا عصير القانون الجنائي تستكتر على نفسك كلمه استاذ. انا راجل متواضع نفسي حلو، ارجوك مش عاوزك تأسسني بعد كده. ده كلام فارغ. انت استاذ غصب عن عينك، استاذ بالقول والفعل والاشاره. انت مش مخلوق عادي زي كل الناس. ليه بقى؟ انا معمول من جبنه قريش وغيري معمول من جبنه لوكفور. مفيش حد احسن من حد يا راجل انت. البضاعه واحده والصنف واحد. لا 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 لا، ده مش من رايي ابدا. اهو في البلد اتنين عباس الافلاطوني. عباس الافلاطوني المحامي الشهير اللي هو حضرتك، وعباس الافلاطوني البقال اللي هو ابن عمك. انتم الاثنين اسم واحد، لكن مركزكم مش ممكن يكون واحد ابدا. مش ممكن ليه بقى؟ كده انت استاذ في القانون وهو استاذ في الزيتون. انت ممتاز في المحاماه وهو ممتاز في البكالوريا. لا 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 ابدا، ده مش منطق ابدا يا استاذ. يا شيء وحش قوي لما يكون واحد استاذ عباس الافلاطوني المحامي الشهير وله ابن عم يحمل نفس هذا الاسم بقال. دي حاجه مخجله، شيء يكسف. انا ما بنكسفش. حد ينكسف من قرايبه يا اخواتي؟ لو حضرتك مثلا يعني كنت جحش تنكسف من ابوك الحمار. بس فيها ايه يا استاذ المجلياطه دي؟ على كل حال انت حر في قرايبك، بس ارجوك لو عزمته هنا ما كنتش انا موجود ابدا بالمره. ايه بقى زي المحامي مش معقول، ما هوش منطق ابدا يا استاذ ابدا. ماله البقال يا اخواتي؟ تاجر محترم له فضل على كل معده في البلد. يا عسل يا عسل. معلم يا معلم اخرس وجع في بطنك. عارف لو سمعت كلمة معلمي دي هعلمك بقطع ودن من ودانك، فاهم؟ امال اقول لك ايه بس يا معلمي؟ قول لي يا استاذ. هي متر. متر ايه؟ متر بفتة؟ لا متر بوز. متر يعني محامي، يعني ابوكاتو. ابوكاتو؟ من بقال لابوكاتو حته واحده. وانت مالك؟ قلت لك ابوكاتو يعني ابوكاتو. مفهوم ابوكاتو. بس قول لي يا معلم هتترافع فين؟ عند لاب بس. وانت مالك؟ غلبه اقول ايه؟ ايه العفوطه دي؟ يلا ادي احنا قلعوا. عارف انت ايه دلوقتي؟ عارف صابي دكات حضرتك. دكان لما تتطربق فوق نفوخ. انت دلوقتي
حرام. واوعى تجيب سيره الدكان هنا يخرب بيتك. انا حرامي؟ عاوزك تعمل نفسك حرامي وجايبني عشان اترافع عنك واطلعك من قضيه وتوكلني عنك. اوكلك ايه؟ عيش؟ لا يا بني ادم زفر، تعمل لي توكيل. فاهم؟ فاهم. اقعد عشان اترافع عنك واطلعك براءه. حول الله يا رب. طلعني براءة من ايه بس يا معلم؟ هو انا سرقت حاجه لا سمح الله؟ يا سيدي ما سرقتش، ده تمثيل قدام حمايه وقدام مراتك. يا معلم حرام عليك، ده العقل خردله، ده انا مش فاهم حاجه ابدا. غبي. هقول لك ايه؟ اقعد. ما يصحش يا معلم. اقعد يا ولد. ما يصحش يا معلم. انا اللي بقول. وانا حاضر اديني قاعد. بقى مراتي وابو مراتي فاكرين ان انا ابن عمي. ابن عمك؟ الاستاذ عباس الافلاطوني المحامي الشهير، وللسبب ده بعت لك علشان تيجي وتعمل حرامي وانا اترافع عنك واطلعك براءه عشان الموضوع تسيبك قدامهم 100%. اعدم عينيا بجوز ان كنت فاهم حاجه منك. هفهمك. بقى انت عارف ان في الصيف اللي فات انا سافرت اسكندريه علشان استلم الارساليه اللي من الجمرك، الانشوجه والزيتون والجبنه الرومي والجبنه الفلامنكي. بلاش السفاره دي هنا. يوم ما وصلت اسكندريه عشان ادور على اللوكاندا ما لقيتش اي خرم عشان انام فيه. رحت اللوكاندا وقلت لصاحب اللوكاندا انا ادي لك اللي انت عاوزه لو شفت لي اوضه، لكن مع الاسف مفيش فايده. بعدين قلت له اسمع يا راجل، انت انا راجل غني، انا عباس الافلاطوني. هو يا ابني اسمه عباس الافلاطوني ده؟ بصيت لقيته قدامي زي نمره 2 وقال لي انا ليا الشرف العظيم ان ينزل عندي المحامي الشهير الاستاذ عباس الافلاطوني. يعني افتكرك انك انت ابن عمك. بالظبط. وانا علشان خاطر ما عنديش اي فكره ان انا انام على اي رصيف حاولته، ما رضيتش اقول له ان انا البقال، لا بعدين تبقى مصيبه سودة. تعرف لو كنا عارف الحقيقه ولا نينا في صندوق زباله حتى. جدع. بس يا ابني وابص والاقيهولك راح محضر لي احسن اوضه في اللوكاندا. بصيت لقيت نفسي محترم زياده عن اللزوم. على ترابيزات الاكل كانوا الزباين يقولوا لاولادهم بصوا له عشان لما تكبروا تقولوا احنا شفنا الاستاذ عباس الافلاطوني المحامي الشهير. ولا بالليل يا استاذ في الكازينو كانت البنات بتتساقط عليا كاوراق الشجر. واحده منهم لخبطت كياني شقلبت حالي، سالت مين دي؟ قالوا دي نجمه بنت هلال بيه القمر. قعدت ادور على القمر لغايه ما وصلت له، واول ما قلت له ان انا عاوز اتجوز بنتك قال لي ده شرف عظيم جدا يا استاذ ان انا اجوز بنت الواحد زيك، ده انا بحلم طول عمري ان بنتي هتتجوز راجل مشهور زي حضرتك. دي حاجه جامده قوي يا معلم. ما قلتلوش انك بقال؟ لا، واعترفت له فيه بالحقيقه بس الجواب ما وصلوش. ايه ضاع في البوسطه؟ لا خليته معايا. خفت احسن بعدين لو عرف ان انا البقال يمكن ما رضاش يجوزني بنته، ولما تصورت ان انا مش هتجوز بنته عيطت، ولما عيطت خليت الجواب في جيبي. والله عملت عين العقل يا معلم. دول قالوا في الاشعار يفوز باللذات كل مجازف. اهو المجازفين ده بقى اتجوز الانسه نجمه بنت هلال القمر، يعني نسيت مصلحه الارصاد. طب يعني يا معلم هو انت بقى عملت جريمه؟ مش اتجوزتها على سنه الله ورسوله؟ ايوه بس المصيبه ان عروستي وابوها فاهمين ان انا ابن عمي المحامي عباس الافلاطوني مش البقال. يا سيدي ما تفرقش كتير، المحامي بني ادم والبقال برضه بني ادم. اذا كنا احنا بنحط النباتين على السمن البلدي هم كمان بنحطوا نباتين الكذب على سمن الحقيقه عشان يطلعوا المتهمين براء. زي ما بقول لك كده وحياتك يا معلم. القهوه في البرندة يا سيدي. او تسعد مش شايفاني ملخوم مع واحد حرام؟
حرامي هديك 50 قرش. تقدر تنام وتسخر يا ابني لان هحضر معاك في التحقيق. انا تملي بخلص المجرمين اللي من شاكلتك. ولادك 50 قرش. خلاص 2 جنيه. كمل. معروف يا حضرة المحامي، ده انا غلبان، ده انا متهم تهمه باطله. الله يخرب بيته اللي قال عليا حرامي. ولد يا قليل الادب، انت اتجننت؟ انا ما احبش حد يشتم حد قدامي ابدا يا قليل الحياه، فاهم؟ اخرس ايدك ايدك راسك، انا وقعت في ايدك. اعمل معروف، انا غلبان. خلاص صاحب عيال. صاحب عيال ولا صاحب سوابق؟ سيدي انا بشبه على الجدع ده يا سيدي، انا شفته قبل كده يا سيدي. محل بقال. لا يا سيدي، لا انا شفته، هو اللي سرق الساعه بتاعتي. هو اللي سرق الساعه بتاعتي يا سيدي. هو ده مش حرامي ساعات، ده حرامي خزن. خلاص يا ابني روح واتكل على الله، انا جاي وياك في التحقيق وتعالى اما اقول لك. تعال ابعت لي من الدكان سكر وصابون وشاي وصفيحة جبنة وتكتبهم باسم الأستاذ عباس الأفلاطوني المحامي الشهير. روح خلاص يا ابني اتكل على الله. مبروك عليك. متشكرين يا بنت. يا اخواتي يخلق من الشرح 40، عينيه اللي يجيب، سنانه المسوسين، خدوده المطبقين. هو والنبي يا سيدي هو يخلق من الحرامي 40. لا أحسن. نعم يا سيدي. نزلي شنطة نسيبي يحطها قصاده علشان يسافر بكرة، وعشان ما ينساش انه يسافر بكرة وضبي له الشنطة وحطها له قدامه. مفهوم؟ مفهوم يا سيدي. حاضر. القهوة زمانها بردت يا سيدي. ايوه اديني رايح اشربها. على فكرة يا سيدي. ايوه. الست بتقول لحضرتك ان البن مغشوش. مغشوش ازاي؟ ده من المحل بتاعي. المحل بتاعك؟ لا انا قاصد المحل بتاعي.